وصايا كثيرة، لكن أهم شيء العلم. في الشباب الحفظ يقوى والفهم يقل، ما يكون بمنزلة الكبير، فالكبير يكون فهمه أقوى. تستغل إن شاء الله المحفوظات في الصغر للكبر للفهم. فإذا ما سخرت وقتك الآن للحفظ والضبط وتقدم بك العمر ما تستطيع تحفظ. الحفظ الصغر كالنقش على الحجر. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يقول أنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة عملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا قد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجد وأنا ابن 20 سنة. وهذا هشام بن عمار شيخ البخاري كان صغيرا لم يبلغ 10، ذهب يطلب العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجلس اعجب بدرس مالك، بدأ يقيد ويكتب باليد، ومالك ما يريد العبث في الدرس. مالك كان مهيبا كما قال عن الشاعر: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. فمالك لما انتهى الدرس أمر بتأديبه، وكان يضرب الطالب، وكان الطالب آنذاك يضرب ويفرح ما يهرب، ليس كالطالب الآن ربما لو لم تلتفت إليه عن سو إذا خرج عند الباب ربما يلمزك ويهرب عن الدرس. فلما ضرب بكى، أمر بضربه وجلده لأن يعبث بالدرس، بكى. قال مالك: طالب حديث ويبكي؟ قال: ما أبكي على الضرب، أبكي على أن والدي باع بيته وأعطاني هذا المال ليطلب به العلم، فكان حظي من العلم الضرب. فرق له الإمام مالك رحمه الله، رق له، قال: أبحني يعني حللني. قال: لا أحللك إلا بأن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. مالك لم يكن هناك بد من أن يحدثه، لأن يريد الخلاص من ظلمات يوم القيامة، فحدثه 15 حديثا بالإسناد، لم يبلغ 10، لكن همة الصغيرة ده عالية. وفي المستقبل صار شيخ البخاري، حديث المعازف في البخاري ما يولي عن طريقه. هذا صاحب الهمة العظيم، كما قال أبو الطيب المتنبي: وتجمعت في فؤادي همم ملء فؤاد الزمان إحداها، يعني واحدة من هممي تملأ الزمان كله. هذا أبو الطيب. فحدث 15 حديثا، فلما فرغ قال: يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجاهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. سهري لتنقح العلوم يلذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق. ما هي الدوكاء؟ الجماع. أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري من زف الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايل طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. هذه همم القوم، وأكساد الدنيا صاروا أئمة الدنيا. أما لي همة في ملبسه ومشربه ومظهره، هذا ما أظن يصنع شيئا للأمة، ما أظن يصنع شيئا، ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره.